المحبة في الله تبارك وتعالى شيء عظيم، وأشهدكم أني أحبكم لله كما أشهد أنا أنكم أحببتموني لله. وإن لله تبارك وتعالى عبادا يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هم 7 من جميع العباد: الإمام العادل، والشاب نشأ في طاعة الله تبارك وتعالى، وشخص تعلق قلبه في المسجد إذا خرج من المسجد حتى يرجع إليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدقت به يمينه. والسابع شخصان تحابا في الله تبارك وتعالى. أيسر الخصال لمن وفق إليه، ومع ذلك هو أفضلهم. المرء مع من أحب قوما حشر معهم. لما قال الرسول أن المرء مع من أحب، قال أنس: ما فرحنا في الإسلام فرحا أعظم من فرحنا يوم قال الرسول المرء مع من أحب. قال: إني أشهد أني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، ونحن الحمد لله نحبهم. نحب رجالا نتحقق أنهم ليسوا من أهل النار، والمرء مع من أحب، فهذه أرجى ما نرجو لأنفسنا ولأحبابنا. والتقوى مفتاح الجنة. الجنة أعدت للمتقين، والتقوى هي المنجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا. والتقوى سبب للعاقبة المحمودة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. والتقوى مخرج من الشدائد ومفتاح للأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى مفتاح التيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى سبب للنصر، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل ما نطلب في الدنيا والآخرة وفي الدين أيضا مفتاح تقوى. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله في السر والجهر، وليس إلا امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن. وقال تعالى: واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا أردت التقوى لا بد من وسيلة توصلك إلى منصب التقوى. والوسائل التي ذكرت في القرآن 3: الأول الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأقوال والأفعال، هذا وسيلة توصل العبد إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله. الرسول الكريم يقول: إن أحببتم الله فاتبعوني. فمن اتبع رسوله في جميع أقواله وأفعاله نتيجة ذلك محبة الله للعبد. ويقول في حديث آخر: فإذا أحببته كنته. إذا أحب الله عبدا كان سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله. وهذه بداية الولاية. هذه وسيلة. والوسيلة الثانية في القرآن ذكر الله تبارك وتعالى لا تقصد به إلا وجهه. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احبس نفسك مع القوم الذين يذكرون الله صباحا ومساء ولا يقصدون إلى وجه الله تبارك وتعالى. هذه وسيلة تربط العبد بالله تبارك وتعالى. والثالثة صحبة العارف بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه. من أناب إلى الله في جميع أحواله هو العارف بالله، ليس عنده إلا الله. هذا من صحبه أيضا وجد وسيلة
farbituhu billahi tabaraka wa taala